بينما كلاب العرب يجتمعون في بغداد من أجل قمة تافهة لا تؤثر ولا تسمن ولا تغني من جوع، الأمريكان والإسرائيل راهم في أرض المسلمين المغاربة عند الملك الطحان الديوث 106 الرنديلة، يقومون بتجارب جديدة على قنابل ذكية وخارقة للحصون والأنفاق التي زودت بها أمريكا إسرائيل بقرابة 4 مليار دولار، كلها قنابل ذكية لتدمير ما تبقى من الأنفاق في غزة. نعم، لم يبقى لنا إلا الرجال المقاومة من يوقفون هذا العدوان على النساء والأطفال في غزة، وهم في القمة يتكلمون عن نزع السلاح للمقاومة وإقام حكومة جديدة في غزة. عن ماذا تتحدثون يا كلاب؟ عن ماذا تتحدثون يا زعماء الذل والرخص؟ أتعرفون أن أمريكا وإسرائيل استطاعوا أن يجعلوا من الشعوب العربية مستعبدة في بلادهم؟ احنا كجزائريين مثلا أصبحنا عبيد في الجزائر عن طريق هذا الجنرالات، لأنني دائما أكرر أن الأنظمة والملوك والأمراء وهذا كامل المنظومات العربية القائمة هي مشروع أمريكي صهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى، وعلى الشعوب العربية أن ترفع السلاح ضد هذه الأنظمة وأن تجاهد في سبيل الله، وإلا إنها النهاية اقتربت، ليس على غزة فقط بل على جميع الشعوب العربية. الدواب